بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله جميعا ومساكم الله بالخير. طبعا بعمل معكم اليوم ان شاء الله اللي هو طبق بسيط وسهل ان شاء الله باذن الله تعالى. انا راح يعجبكم الطبق اللي بعمله لكم هذا المساء ان شاء الله، اللي هو طبق تارت الكريم كراميل. طبعا بعمله بالكريم كراميل، طبق سهل وبسيط وراح يعجبكم ان شاء الله. في بدايه الفيديو الله يسعدكم لا تنسون من اللايك، الاشتراك في القناه، وبرضه تنشرون رابط القناه. بسم الله على بركة الله. طبعا ببدأ معكم اللي هو بالمكون الأساسي اللي هو الكريم كراميل. طبعا بستخدم الكريم كراميل، عندي هنا باكتين من الكريم كراميل، عندي هنا باكتين من دريم ويب، وعندي هنا برضو 3 بيضات، بالإضافة إلى عندي هنا كوب ونص من الدقيق البودرة، برضو عندي هنا كوب من الحليب وإذا احتجت بزود الحليب، برضو هنا عندي ربع الكوب من الزيت، وبرضو ربع الكوب من السكر. بحتاج البيكنج باودر وبحتاج الفانيليا. بسم الله على بركة الله، نبدأ مع بعض الفيديو. بسم الله. طبعا ببدأ باللي هو السكر. طبعا إذا تبغون اللي هو الخلاط تستخدمون اللي هو المضرب الكهربائي أو الخلاط العصير فبراحتكم. أنا عن نفسي بستخدم اللي هو المضرب الكهربائي، فببدأ بسم الله على بركة الله اللي هو السكر. طبعا بضيف السكر، والسكر حسب رغبتكم، لأن الكريم كراميل فيه برضو سكر فبنقلل من اللي هو السكر. بستخدم السكر زي ما تشوفون، بستخدم اللي هو الزيت، برضو بستخدم اللي هو الكريم كراميل، وبخلط المكونات هذه مع بعض وارجع لكم. الحين بضيف له اللي هو الحليب زي ما تشوفون، وبخلطه باللي هو المضرب الكهربائي. بسم الله. الحين زي ما تشوفون هذا هو القوام اللي انا بحتاجه في عمل اللي هي تارت الكريم كراميل. طبعا انا باخذ جزء من اللي هو الخليط زي ما تشوفون. الحين باخذ منه جزء بسيط عشان بس ازين به اللي هي التارت. الجزء الثاني طبعا بستخدم معه، بضيف له اللي هو البيض زي ما تشوفون. الحين بسم الله بنضيف البيض، وبنضيف له اللي هو الكريم الفانيليا. طبعا بنحط ملعقة صغيرة من الفانيليا، وبرجع اخلطه مرة ثانية. ببدأ اخلطه الحين. طبعا اضيفوا عليه الحين بعد ما ضفت اللي هو الحليب مع الفانيليا، بأضيف اللي هو الدقيق زي ما تشوفون. الحين طبعا بحتاج كوب ونص من الدقيق زي ما تشوفون الحين، وبضيف له ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وبخلط المزيج مع بعض. طبعا الخلط بيكون تخلطون بس ما تكثرون على الخلط، بس مجرد ما يندمج الدقيق مع الخليط خلاص توقفون تحطونه في تيفال مدهون بزيت. الحين زي ما تشوفون بعد ما خلطت اللي هي خليط الكيك، ببدأ احطه في تيفال. طبعا التيفال دهنته بشوية من الزيت، وطبعا الفرن زي ما احنا متعودين حمي الفرن قبل ما ندخل فيه الكيكة. طبعا هذا هو القوام حق الكيك زي ما تشوفونه الحين. طبعا زي ما تشوفون الحين انا حميت الفرن، بدخل الكيك الفرن ان شاء الله. اذا تحمر بطلع عشان تشوفونه، وابدا الخطوه اللي بعدها. الحين ببدا احط زي ما تشوفون اللي هو الدريم ويب. طبعا بحتاج باكيتين من الدريم ويب زي ما تشوفون الحين، وبحط عليها اللي هي زي ما تشوفون الكريم كراميل. طبعا بحط باكيت واحد من الكريم كراميل، وبرضه بحط اللي هو تقريبا حول 3 ملاعق من اللي هي السكر. طبعا ما بزود السكر لاني اضفت سكر زي ما تابعتوا معي في الكيكه او التارت. وببدا احط عليه اللي هو شويه من الحليب. طبعا اذا تبغون تحطوا حليب اللي هو الحليب البودره، بس انا صراحه فضلت الحليب السائل، فانتم براحتكم. ممكن تحطون اللي هو تقريبا 3 ملاعق من الحليب البودره، وتحطون نص الكوب من المويه البارده. طبعا بخلطها وارجع لكم. الحين زي ما تشوفون عملت معكم اللي هو الكريم او الكريمه اللي عملتها معكم، اللي هي عباره عن كريم كراميل واللي هو دريم ويب والسكر والحليب. طبعا بحطها في الثلاجه الحين تبرد، وببدا اوزعها زي ما تشوفون على الكيكه. طبعا الكيكه لازم تكون بارده تماما، والخلطه هذه لازم تكون بارده عشان ما تكون سائله على الكيكه وتخرب عليكم اللي هو الكيكه. بخليها في الثلاجه ان شاء الله 10 دقائق وارجع لكم.
الحين زي ما تشوفون ببدأ أوزع اللي هو الكريم كراميل اللي عملته معكم بالطريقة هذه. طبعا زي ما قلت لكم لازم يكون الكيكة باردة، وتكون الخليط اللي عملته معكم برضو يكون بارد عشان ما تسيح معكم اللي هي الكريمة. طبعا بوزعها بالطريقة هذه، وبعمل معكم اللي هي الطبقة الثالثة إن شاء الله اللي بتشوفونها مع بعض. طبعا هذه الطبقة اللي هي تزيين، فبعملها إن شاء الله معكم، يكون هذا هو شكلها النهائي. الحين زي ما تشوفون بعد ما طلعت اللي هو التارت من الثلاجة، ببدأ أحط له اللي هو السكر المحروق. طبعا السكر المحروق اللي يجي مع الكريم كراميل نبدأ نزين به التارت زي ما تشوفون الحين. طبعا التزيين على حسب رغبتكم. طبعا زي ما تشوفون هذا هو شكلها النهائي بعد ما زينها باللي هو السكر المحروق. طبعا بالنسبة للطبقة هذه اللي عملتها معكم في المرحلة الأولى، طبعا ممكنكم تضيفونها قبل ما تحطون السكر المحروق. طبعا أنا ما أضفتها صراحة، لكن هي المفروض إن احنا نضيفها قبل السكر المحروق. تضيفونها بعد الدريم ويب وتوزعونها على التورتة وتدخلونها الثلاجة وتبدأون تزينونها اللي هو السكر المحروق. الحين وصلنا إلى آخر فقرة من فقرات طبقنا اللي عملته معكم هذه الليلة. إن شاء الله أن الطبق هذا إنه يعجبكم ويحوز على رضاكم واستحسانكم. الله يسعدكم. لا تنسونا من لايك والاشتراك في القناة، وبرضو تنشروا رابط القناة. واستودعتكم الله في أمان الله.